نرحب فيك من جديد. اهلا وسهلا. هلا بك. بشار، طبعا يوسف الثنيان لاعب لا يمكن أن نتجاوزه عندما نتحدث عن مسيرتك مع نادي الهلال. هو الآن معنا على الهواء. نرحب فيك كابتن يوسف الثنيان. اهلا، مساك الله بالخير اخوي احمد. هلا والله وسهلا ابو يعقوب. تفضل. وحي ضيفك الاخ بشار، وسعداء الحقيقه نسمع صوت بشار وصوتك يا اخوي احمد. الله يخليك. يوسف، لما كنت طبعا قائد فريق الهلال في تلك الفترة، كيف شفت بشار كلاعب كرة قدم، وقبل كلاعب كرة قدم كشخص في الفترة اللي عصرتوها مع بشار؟ امسي على الاخ بشار. هو يسمعني انا ولا لا؟ يسمعك بشار. مساء الخير يا بشار. هلا ابو ناصر. هلا ابو ناصر. الله يسلمك. مش اخبارك؟ مبسوط؟ الحمد لله بخير. سمع صوتك شلون هو بصوت. الله يحييك طول عمرك. نتشرف والله تسمع صوتك والله بشار. الحقيقة احنا شوف يعني بشار الحقيقة يعني من اللاعبين المميزين طبعا، مش بس على مستوى الدوري السعودي انما على مستوى الدول العربية. فبشار لعب له يعني فترة لما كان لاعب محترف عندنا نادي الهلال، كلاعب راس حربة طبعا. جميل. ايوه الحقيقة يعني. وانت كنت صانع العاب يا ابو عبد العزيز، كيف كان متفاهم معك زين؟ والله شوف، بشار يعني لاعب فريد نوعه صراحة، يعني كلاعب راس حربة ولاعب هداف ومهاري على مستوى عالي جدا. ويعني طبعا الإدارة في الفترة هذيك لما لعبنا بعض ما اختارت بشار انه يعني يعرف الإعلام السعودي، يعرف كل الجمهور السعودي انه بشار مكسب كبير لنادي الهلال. جميل. في الفترة هذيك الحقيقة يعني لعبنا بعض في أكثر من دوري. والحقيقة يعني تمتعنا في وجود بشار. جميل. تمتعنا برضه في وجود برضه الهويدي. ولاعبين يعني على مستوى عالي فنيا وخلقا صراحة. جميل. ابو عبد العزيز، وش تتذكر وش كانت؟ عطنا سلبيات، انت كلها مدح، نبغى شيء سلبي على بشار. والله يا اخي السلبي اللي في بشار انه طيب. طيب. يعني بشار لاعب راس حربة متمكن في نفس الوقت لاعب خلوق على مستوى عالي جدا. طيب كشخص ما اعتقد يعني حتى ما اعتقد انه في مباراة يمكن خذ فيها كرت اصفر في الدوري. طيب في المعسكرات ابو عبد العزيز كيف كان جو بشار؟ يعطيكم قفشات ولا رجل هادي وجالس في مكانه؟ هو هادي يعني صراحة، بعكس الملعب يعني برا هادي جدا، وفي الملعب ما شاء الله عليه يعني متحرك دائما ومتمكن صراحة كلاعب راس حربة. ابو عبد العزيز، انت كنت تقول بشار عبد الله روح ولا تناظر وراك بس وبتصير قدام الباب تسجل جول، صحيح؟ والله شوف تقريبا يعني، لكن دائما هو من يكمل التمريرة او البينية، يعني هو من يمتع البينية اللي يلعبها البشار. جميل. لانه هو برضو هذه مباراة ايه تفضل بشار. مباراة اهلي كانت كورنر لنا ركنية، فناداني يوسف يعني ما انسى. ناداني يوسف عند كنا واقفين برا منطقة الهلال، ناداني يوسف قال لي شوف ريت لي الكرة اركب، وياك اثنين وياك ثلاثة وياك أربعة اركب. سبحان الله نفس الركنية جت حق يوسف برا 18. فعلى طول ركبت انا، وكان زحمه. تخيل انت يعني ضرب ركنيه ايش كثر لاعبين في المنطقه. صحيح. كان زحمه، فرفعها يوسف بريده ورفعها فوق الدفاع واللاعبين كلهم، لقيت نفس الكره طايحه قدامي وانا قدام المرمى. اذكر شتها ببطن الحارس، بس كان يعني ما انسى هاللقطه يعني، لان قبلها ب5 ثواني كان قايل لي اركب وياك 100 لاعب اركب. جميل. طيب كابتن يوسف، عندك شيء تبغى تضيفه؟ لا أبد. الحقيقة سعداء بسماع صوت بشار، وكل فترة طويلة. آخر مرة قابلته في الكويت قبل فترة.
واتمنى ان شاء الله في حياته التوفيق. وشكرا لاحمد انك كلمتني بوجود لاعب كبير بحجم بشار. يعطيك العافيه ابو عبد العزيز، احنا اللي نشكرك. شكرا لك كابتن يوسف الثنيان. بس بقول كلمه صراحه الحقيقه، شوف لما تلعب كره ثانيه لاعب كبير مثل بشار، اي نعم، يمتعك بشار لانه يملك السبرنت والمهاره في نفس الوقت. نعم، ويتعدى مثلا اكثر من لاعب، او انه ينفرد مثلا بالحارس ويسجل صراحه. يعني هذا الممتع في بشار، مو بس يعني مو بجهدي انا كلاعب ولا اللعيبه، يعني تقدر كلنا نكمل بعض، لكن يمتعك لما السبرنت اللاعب ترى مهم جدا، والتسجيل برضه اهم من ذلك. فهذه ما تميز فيه بشار صراحه. جميل، يعطيك العافيه ابو عبد العزيز. شكرا لك كابتن يوسف. شكرا اخوي احمد. هلا وسهلا. شكرا لكابتن يوسف الثنيان، كان معنا يتحدث عن اللاعب الكبير بشار عبد الله. بشار، حاب تعلق على مداخله يوسف؟ ابي اعلق على يوسف كله، مو بس مداخلته. يعني انا اكثر مره سولت، واكثر مره سواء بشكل رسمي، بشكل مقابلات، بشكل حتى الجمهور لما يكونون سواء بالكويت، بالسعوديه، بقطر، باي مكان. من افضل لاعب لعبت معاه بدون تردد؟ يوسف الثنيان. جميل. يوسف الثنيان هو افضل لاعب لعبت معاه انا بحياتي، سواء في الكويت او في السعوديه او اي مكان. احمد صدقني، يعني انا يعني ما بالغ اللي يتكلمون عن يوسف ويتكلمون عن مهاراته ويتكلمون عن قدرته وامكانياته، لو يتمرنون معاه او يشوفونه بالتمرين راح يعني اللي يسويه بالتمرين او بالحصص التدريبيه اضعاف مضاعفه من اللي يسويه بالمباريات. فعلا يوسف هو افضل لاعب لعب معنا بحياتي، ولو اعدد انجازاتي، لو اقول انا فزت بهالبطوله وفزت بهالبطوله وعملت وسويت وترشحت، وهذا من ضمن انجازاتي انا لعبت مع يوسف الثنيان. بالنسبه لي يوسف الثنيان هو افضل لاعب في تاريخ الكره السعوديه، مع احترامي للجميع، لكن بالنسبه لي يوسف هو الافضل. يستاهل ابو عبد العزيز. هو ايضا يمكن ويعني جميل. كلام عن يوسف يحتاج حلقات. طيب.